لو عايز تعرف ازاي حولت الصورة دي من كده لكده، اتفرج على الفيديو للآخر. يلا بينا نبدأ الحلقة. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أيمن حامد، والنهاردة حلقة جديدة من حلقات ناين ستوديو، ومكملين مع بعض الحلقات التعليمية بتاعة الفوتوشوب زي ما اتفرجنا على الحلقتين اللي فاتوا. النهاردة جاي أعلمكم حاجة جديدة على الفوتوشوب، حاجة لسه برضو متعلمها من فترة وحبيت إن أنا أنقلها ليكم. طبعا كلنا عارفين العدسات الاحترافية بيبقى فيها عزل، العزل اللي هو البوكيه اللي احنا بنشوفه في الصورة بيبقى بلور، بيبقى الأوبجكت هو اللي واضح أو فوكس والخلفية بتاعته كلها معزولة. بس ساعات ممكن نصور بكاميرا موبايل ما يبقاش فيها العزل ده، ممكن برضو نصور بعدسات ما فيهاش نسبه عزل كويسه قوي. فانا النهارده هعلمكم ازاي تعملوا عزل لاي صوره على الفوتوشوب. اي صوره يعني، حتى لو صوره عندك على الموبايل عاديه جدا ممكن تحطها على الفوتوشوب وتعمل العزل ده، وهتطلع بالنتيجه اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو. فخلونا على طول ندخل على اللابتوب زي كل مره واوريكم ازاي ممكن نعمل الموضوع ده. يلا بينا. زي ما انتم شايفين كده الصوره معانا اهي محطوطه على الفوتوشوب. هنيجي هنا على سيلكشن تول، وانا وريتكم الحلقه اللي فاتت ازاي نعمل سيلكشن تول لاي اوبجكت ونختاره ونحطه على حاجه تانية، بس احنا المره دي مش هنحطه على حاجه تانية. وقبل ما نختار سيلكشن تول خلينا الاول ندوس كنترول جي ونحط الصوره في لاير تاني، وننزل تحت نقفل الصوره الاصليه ونخلي اللاير هو اللي شغال. بعد كده نيجي عند سيلكشن تول وندوس عليها. بعد كده زي ما وريتكم الحلقه اللي فاتت هنختار سيلكت سبجكت. زي ما انتم شايفين هو اختار الصورة بتاعتي، بس في حاجة في هنا حتة اختارها مش عارف هو اختارها ليه. فاحنا هنيجي هنا فوق في عندنا الفرشة الزائد والفرشة الناقص. هنختار الفرشة الناقص طبعا ونحاول نكبرها شوية وننزل تحت ونبتدي نشيل الحتة الزيادة اللي احنا مش عايزينها. احنا كده تقريبا شلنا الحتة الزيادة اللي احنا مش عايزينها. وبعد كده هنيجي على سيلكت اند ماسك وندوس عليها. هو كده تقريبا اختارني انا بس اللي بقيت موجود جوه الصورة، والباقي كله خلاص ما بقاش موجود. هننزل تحت كده هنلاقي في حاجة اسمها Output Settings، هندوس عليها. وبعد كده هنختار Output to Selection ونختار New Layer with Layer Mask. بعد كده ندوس اوكي. هنقفل اول لاير ونفتح تاني لاير. وبعد كده هنيجي على التولز اللي فوق السلكشن تول اسمه اللاسو تول، ودي بقى هنحدد الصورة بتاعتي. هنحاول ان احنا ايه بالماوس كده نمشي حوالين الصورة بتاعتي او الاوبجكت اللي احنا عايزين نحدده بالطريقة دي. بس كده تقريبا انا حددت الشكل بتاعي. هختار بس ابقى متأكد ان انا واقف على اللاير. وبعد كده هنيجي هنا في الايديت وهنختار كلمة fill، وهنيجي عند الكونتنتس وهنختار كونتنت اوير، وهي تقريبا اول كلمة والاوباسيتي بتاعها 100%، وهندوس اوكي. هو كده تقريبا شالني من الصورة خالص. بعد كده هندوس كليك يمين بالماوس، ندوس ديسلكت، وبعد كده هنطلع فوق على كلمة فلتر وهنختار بلور، وهنختار كلمة اسمها لينس بلور. زي ما انتم شايفين هي متعلمة عندي عشان انا عملتها قبل كده على 100%. هي هتلاقيها قبل 100% لما تيجي تفتحها، فانت هتختار وتخليها 100%. وهنختار اخر كلمة مش عارف دي اسمها threshold، هنلاقيها على 255 برضو، هي راحة للاخر، وهنخليها زي ما هي على 255. وبعد كده ندوس اوكي. وبعد كده هنختار اللاير الاولاني وندوس عليه. وبس كده زي ما انتم شايفين الصورة اتحولت تماما، بقت بلور، الخلفيه كلها بقت بلور وانا بس اللي بقيت فوكس في الصوره. الموضوع سهل جدا يا جماعه، الموضوع ما فيهوش اي صعوبه. زي ما احنا شايفين هوريكم دلوقتي الفرق بين الصورتين. دي الصوره العاديه بتاعتنا اهي، ودي الصوره بعد ما عملنا التعديل بتاعنا وخلينا الخلفيه بلور. بس كده.
طبعا انتم ملاحظين ان انا ملون شويه لاعب شويه في الالوان، الاخضر زياده، الاحمر زياده، الاسود برده مغمقه شويه. ده بقى موضوع حلقه تانية ان شاء الله ممكن نتكلم فيه، ازاي تقدر تلون الصوره بتاعتك وتطلع بالشكل ده. بس كده، ده كان كل حاجه في حلقه النهارده. اتمنى تكون الحلقه مفيده وعجبت الناس، واتمنى فعلا تكونوا استفدتوا من الحلقه دي. اكتبوا لي في الكومنتات تحت ايه رايكم في الحلقات اللي فاتت، الفيديوهات التعليميه اللي احنا عملناها، وايه رايكم في حلقه النهارده، وحابين برده تشوفوا ايه تاني على الفوتوشوب. اتمنى اكون قدرت اوصل المعلومه بطريقه سهله وبسيطه وسلسه. وبس كده، اشوفكم على خير الحلقات اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.